زمان لما كان الواحد بيسمع كلمة تصميم مواقع كان بيتخض. تصميم مواقع؟ يا نهار ابيض، دي فيها برمجة و HTML و CSS وجافا سكريبت وليلة كبيرة قوي سعادتك. ولكن النهارده لما نيجي نتكلم عن تصميم المواقع الموضوع بقى ابسط مما تتخيل. انت ممكن في ساعة واحدة بس تصمم موقع كامل وتنشره على الانترنت. يعني انا عايزك تتخيل بس معايا كده ان انت النهارده ممكن تعمل موقع بالكامل من غير اي اكواد وبدون ادنى فكرة عن البرمجة. ومع ذلك لسه في لحد النهارده ناس مش عايزه تتعلم تصميم مواقع، بالرغم من ان اللي بيتعلم تصميم مواقع النهارده حرفيا كده بدون مبالغه بيحط نفسه في الصفوف الاولى للناس اللي بتكسب وهي قاعده في بيتها. طيب لو انت بقى واحد عندك النيه ان انت فعلا تتعلم تصميم مواقع، انا عندي لك خبر حلو قوي. الفيديو ده هو الفيديو الاول من كورس تصميم المواقع المجاني اللي هيتقدم على القناه هنا باذن الله. كورس مجاني هيبدا معاك من الصفر وهيفهمك كل حاجه عن تصميم المواقع، واظن كده مالكش حجه وانت اللي في ايدك بقى تختار. طب بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى موعدنا مع الفيديو الاول من كورس تصميم المواقع اللي انا كنت وعدتكم بيه من فتره كبيره. يعني انا عارف ان انا اتاخرت عليكم، بس برضو انتوا عارفين ان انا لما بتاخر برجع لكم بحاجه تستاهل مش اي كلام. وان شاء الله انا متفائل ان الكورس ده هيبقى من اقوى كورسات تصميم المواقع المجانيه والمدفوعه. وعشان كده طبعا لازم تتاكد ان انت مشترك معانا في القناه ومفعل زرار الجرس علشان تتابع معانا الكورس اول باول، لان ان شاء الله كل فيديو من فيديوهات الكورس ده هيكون بيناقش موضوع جديد وجانب معين في مجال تصميم المواقع. طيب خلينا بقى ندخل في الموضوع على طول من غير كلام كتير. علشان تتعلم تصميم مواقع لازم الاول تفهم القصه دي بتدور ازاي، ولازم تفهم ايه الادوات اللي احنا محتاجينها وايه المصطلحات اللي احنا هنستخدمها. علشان كده خلينا نبدا الكورس بتاعنا بجزئيه نظري مهمه جدا هتسهل عليك كل اللي بعد كده وهتفهمك القصه دي كلها ماشيه ازاي. علشان نفهم الموقع ده بيتعمل ازاي طبعا محتاجين الاول نفهم يعني ايه موقع. الموقع هو مكان على شبكه الانترنت بيقدم حاجه معينه للزائر اللي بيدخل عليه، او ممكن نعدل فيها شويه نخليها بيبيع حاجه معينه للزائر اللي بيدخل عليه. ممكن الحاجه دي تكون حاجه ملموسه زي اي منتج كده، ملابس، كوتشيات، اجهزه كهربائيه وكل الكلام ده. وممكن برضو تكون حاجه غير ملموسه زي مثلا الكتب الالكترونيه والكورسات والمحاضرات وكل الكلام ده. او ممكن تكون خدمات زي مثلا مواقع التصميم والديكور والاستشارات سواء القانونيه او الطبيه. وممكن برضو تكون معلومات زي المواقع الاخباريه ومواقع الكوره. او ما تعدش بقى عندك كتير. المهم في الاخر عايزين نوصل ان الموقع ده بيقدم لنا حاجه معينه او بيبيع لنا حاجه معينه، ومش شرط الحاجه دي تكون بتتباع بفلوس، ممكن تكون بيقدمها مجانا. ولكن في الاول بقى ولا في الاخر هو دلوقتي مكان بيقدم حاجه. يعني لو فكرنا فيها بشكل مختلف شويه ممكن نعتبر الموقع ده مثلا زي المحل. لو جيت النهارده وطقت في دماغك كده مره واحده ان انت عايز تفتح محل، تقدر تقول لي ايه اول حاجه هتفكر فيها؟ بلا شك طبعا اول حاجه هنفكر فيها هي المكان. هندور على مكان علشان نفتح فيه المحل. هتدور على مكان تأجره علشان تفتحوا محل وتفرش فيه البضاعة بتاعتك. وخد بالك بس معايا كده من كلمة تأجره، لأن معظم الناس اللي بتروح تفتح محلات بتأجرها، إلا طبعا لو أنت بقى واحد مليونير ومحوش لك كام مليون على جنب كده رحت تجيب محل تمليك، دي قصة تانية. ولكن المعظم بيأجر، يعني بتأجر مكان علشان تحط فيه البضاعة بتاعتك وتبدأ تبيعها للناس، أو بمعنى تاني المكان ده بيستضيفك أنت وبضاعتك. يبقى احنا هنا معانا أول مصطلح وهو الاستضافه. شبكه الانترنت ده مكان كبير قوي مليان محلات كتير قوي، احنا بنسميها سيرفرات. فانت بقى علشان تفتح موقع على الانترنت محتاج مكان يستضيفك انت وبضاعتك، او بمعنى اصح محتاج تأجر سيرفر. طب هي ايه بضاعتي دي اصلا؟ انت عمال تقول لي انت وبضاعتك انت وبضاعتك وانا مش فاهم بضاعتي ايه اللي هحطها على النت. ما تفهمنا يا عم. طيب هقول لك، كل الداتا اللي انت عايز ترفعها على الموقع بتاعك ده سواء بقى صور او فيديوهات او مقالات، كل ده بيانات محتاجه مساحه تخزين. يعني زي بالظبط كده الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك اللي انت حاطط فيه كل الداتا والبيانات بتاعتك، ده برضو مكان فيه مساحه تخزين معينه انت حاطط عليه البيانات بتاعتك كلها، بس ده الكمبيوتر بتاعك. انما انت هنا محتاج تحط بقى الداتا دي على كمبيوتر كبير يقدر يوصله
كل الناس علشان تقدر تنشر الحاجات بتاعتك. فبالتالي طبعا انت بقى محتاج تأجر لك حتة ارض صغيرة كده على شبكة الانترنت العملاقة دي علشان تقدر تحط فيها الداتا بتاعتك. وهو ده بقى بالظبط معنى كلمة استضافة. طيب احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه استضافة، ولكن ما فهمناش انا هأجر الاستضافة دي ازاي. يعني مين السمسار اللي انا هروح له عشان يروح يأجر لي حتة الارض دي، يأجر لي الاستضافة اللي انا عايزها؟ فهمني بقى الحتة دي اكتر. طيب في شركات كتير بتقدم لك خدمة الاستضافة دي، ولكن اشهرها عالميا في الوقت الحالي هي شركة هوستنجر، ودي الشركة اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله يعني طول فترة الكورس بتاعنا. طب ليه بقى شركة هوستنجر دي من احسن شركات الاستضافة على مستوى العالم؟ رقم واحد، سعر رخيص وجودة عالية، حرفيا من ارخص شركات الاستضافة على مستوى العالم، ومع ذلك اداء الموقع بيكون معاك ممتاز جدا واحسن من منافسين كتير واغلى منها. اتنين، من اسرع السيرفرات اللي انت ممكن تبني عليها الموقع بتاعك في العالم. حرفيا اول ما بتدخل على الموقع بيحمل معاك كل حاجة في ثواني من غير اي لاج او تقطيع. رقم 3، مستوى الامن والحمايه للموقع بتاعك بيبقى عالي جدا، ده غير النسخ الاحتياطي للبيانات بتاعتك يوميا. 4، وهو دعم فني 24 ساعه وكمان باللغه العربيه. طيب احنا كده خلصنا اول مرحله، اجرنا المحل اللي احنا هنشتغل فيه، بمعنى اصح بقى اجرنا الاستضافه اللي احنا هنشتغل عليها. ايه بقى تاني حاجه ممكن تيجي في دماغك وانت بتفتح المحل؟ طبعا واكيد وبلا شك انك تختار اسم للمحل بتاعك. اسم المحل هو من اهم الحاجات اللي لازم تختارها صح، لان هو ده اللي الناس هتفتكرك بيه. والله لما تشوف واحد صاحبك لابس تيشيرت حلو وتقول له انت جايب التيشيرت ده منين، هيقول لك والله انا جايبه من المحل الفلاني او من الموقع الفلاني. بلغة بقى تصميم المواقع، اسم المحل ده بنسميه دومين، والدومين ده هو اسم الموقع بتاعك اللي الناس بتدخل تكتبه في شريط البحث بتاع الانترنت علشان تقدر توصل لك بيه. www.ايبتنجان.com هو ده اللي احنا بنسميه دومين. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اسم المحل ده هو حاجه خاصه بيك انت، ما ينفعش ان هو يتكرر مع حد تاني. يعني ما ينفعش يجي واحد يفتح محل بنفس اسم المحل بتاعك، لان ساعتها انت ممكن تقضيه وتقفل له المحل بتاعه. نفس الكلام بقى بالنسبه للمواقع، ما ينفعش يكون في موقعين واخدين نفس الاسم. ما ينفعش يجي واحد يعمل موقع وياخد اسم الموقع بتاعك. علشان كده لما تيجي تعمل اسم الموقع بتاعك او تختار اسم الموقع بتاعك بتدفع فيه فلوس علشان توثقه ويبقى بتاعك انت بس. يعني من الاخر كده بقى، مش عايزين لف ودوران، احنا دلوقتي بندفع في حاجتين، بندفع في الاستضافه وبندفع في الدومين. من المميزات بقى القويه لشركه هوستنجر اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله، ان هي بتديك الدومين مجانا مع الاستضافه. يعني انت بس بتدفع في الاستضافه وهي بتديك الدومين لمده سنه مجانا. طيب كده احنا اجرنا المحل بتاعنا وحطينا عليه الاسم وحطينا اليافطه كده من فوق، وكمان عرفنا يعني ايه دومين وعرفنا يعني ايه استضافه. ايه بقى اللي بعد كده؟ المرحله بقى الثالثه في المشوار بتاعنا هي تشطيب المحل، او بقى بمعنى صح لو جينا نتكلم بلغه المواقع، نرسم او نصمم الشكل الخارجي للموقع بتاعنا. هنا بقى بتبدا الطرق تتشعب وتختلف، على عكس اول مرحلتين الدومين والاستضافه كنا كلنا ماشيين في نفس الطريق. سواء انت هتشتغل برمجه او هتشتغل بدون برمجه، فاحنا كلنا ماشيين في نفس السكه، كلنا لازم نشتري استضافه ولازم يبقى عندنا دومين. ولكن من اول هنا بيبدأ يظهر قدامنا اكتر من طريق. يا اما انت واحد بتفهم في البرمجة فهتسلك هذا الطريق وده مش طريق الكورس بتاعنا، يا اما انت واحد ما عندكش ادنى خبرة عن البرمجة والاكواد فهتسلك الطريق التاني وده هو طريق الكورس بتاعنا. دخلت المحل بتاعك بعد ما اجرته وحطيت عليه اليافطه بتاعتك، وواقف كده في نص المحل عمال تتفرج يمين وشمال وهو لسه على الطوب الاحمر ملوش اي معالم. دلوقتي احنا عايزين نشطب المحل ده، وهنا هيكون عندنا سكتين. يا اما هروح اجيب شركه ديكور واقول لهم والله انا فتحت محل وهشتغل في المجال الفلاني، وفي دماغي ان الشكل بتاع المحل يكون 1 2 3، هي دي الصوره اللي في دماغي، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه، واسيبهم بقى هم يشتغلوا ويشطبوا، واروح بعد كده استلم المحل بتاعي على المفتاح. اللي انا عملته ده بلغه المواقع بسميه بيج بيلدر او نظام بناء الصفحات. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الطريقه دي بتعمل بالذكاء الاصطناعي، مجرد ما بدخل اكتب فكره الموقع اللي انا عايزها بيبدا هو يعمل لي الموقع كله من الالف الى الياء، وطبعا في امكانيه التعديل عليه لاحقا. السكه التانيه بقى هي انك تشطب المحل ده على ذوقك، على كيفك انت. فانت هتبدا تظبط كل ركن من اركان المحل على دماغك. والله هتروح تجيب النجار وتقول له بص انا عايزك تعمل لي هنا كده كام رف خشب عشان ابدا احط عليهم الهدوم. وهتروح تجيب مثلا بتاع الازاز وتقول له والله انا عايزك تعمل لي هنا فاترينا ازاز علشان نبدا نعرض فيها مثلا للناس اللي ماشيه بره. وبعدين تروح تجيب الكهربائي وتقول له بقى انا عايزك تعمل لي كده ايه كام سبوت في السقف وتظبط لي كده كام فيشه في المكان وكل الكلام ده. بلغه بقى تصميم المواقع، علشان تعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي فانت محتاج ادوات تشتغل بيها جوه الموقع بتاعك علشان تقدر تعمل فيه كل الكلام ده. الادوات دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها
ادوات اداره المحتوى، وطبعا اشهرها على الاطلاق واللي اكيد كلكم سمعتوا عنه هو الووردبريس. لك ان تتخيل بقى يا صديقي ان 43% من المواقع المصممه على مستوى العالم مصممه بالووردبريس. واللي عايز اقوله لك بقى ان اغلب فيديوهات الكورس بتاعنا هتبقى مركزه على نظام الووردبريس، بس انا حبيت الفها لك اللفه دي كلها كده علشان تفهم الووردبريس ده بيعمل ايه دوره في الحدوته بتاعتنا دي. نظام الووردبريس في اداره المحتوى بيعتمد بشكل اساسي على حاجتين. الحاجه الاولى هي القوالب الجاهزه، او ما يطلق عليه بقى بلغه تصميم المواقع او اللغه الانجليزيه عموما ثيمز. واحب اقول لك ان الووردبريس بيحتوي على الاف القوالب الجاهزه اللي انت ممكن تصمم عليها اي نوع موقع انت حابه، وده بيتم عن طريق ان انت بس بتختار شكل القالب اللي انت حابه، وبعد كده بيبقى عندك الامكانيه في التعديل على اصغر التفاصيل اللي انت عايزها. تاني حاجه بقى بيعتمد عليها الووردبريس هي حاجه اسمها البلجنز او الاضافات. علشان تفهم معايا اكتر موضوع الاضافات ده خليني اشبهها لك بالابلكيشنز بتاعت الموبايل. الوظيفه الاساسيه للموبايل اللي كلنا عارفينها ان هو بيقول الو، تتصل بحد يعني. طب لو افترضنا ان انت عايز تصور هتعمل ايه؟ هتروح تفتح الابلكيشن بتاع الكاميرا. طب لو افترضنا ان انت عايز توصل لمكان معين هتعمل ايه؟ هتروح مثلا تفتح الابلكيشن بتاع جوجل مابس. طب افتراض تاني ان انت عايز تعمل عملية حسابية هتعمل ايه؟ هتروح تفتح الكالكوليتر. نفس الفكرة بقى بالنسبة للمواقع. الوظيفة الأساسية للموقع ان هو بيعرض لك مقالات سردية، يعني عنوان وتحتيه فقرة وعنوان وتحتيه فقرة وكل الكلام ده. طب افرض بقى انا عايز اعمل حاجات اكتر من كده، افرض مثلا عايز اعمل متجر الكتروني، عايز احط منتجات، عايز مثلا تحت المنتجات دي اعمل منها ان هي فيها مقاس بتاع اكس لارج ومقاس ميديوم ومقاس كذا، وفي منها الالوان 1 2 3، وده فاضل فيه كميه قد كده وده فاضل فيه كميه قبل كده. طب افرض مثلا ان انا عايز احط على الموقع بتاعي امكانيه ان انت تحجز محاضره او تحجز كورس او تحجز استشاره. طب افرض مثلا انا شركه سياحه وعايز مثلا اعمل امكانيه حجز مصيف او حجز طلعه عمره او كل الكلام ده، وعايزك بقى تحدد عدد الافراد وعدد الايام وعدد الليالي وكل القصه دي. علشان بقى تدخل كل الحركات دي جوه الموقع بتاعك اللي هو في الاساس بيعرض لك فقره سرديه مكتوبه فقط، عايز بقى تحط وسطها كل الاوبشنز دي، ده بنسميه اضافات او بلجنز. حد فاهم حاجه ولا انا عمال انتع مع نفسي وخلاص؟ عموما هيبان، يعني انا ان شاء الله هيبان من الفيديو ايه ردود فعل الناس. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه استضافه، وعرفنا يعني ايه دومين، وعرفنا ان في كذا طريقه ممكن تصمم بيها الموقع بتاعك، وكمان عرفنا يعني ايه ووردبريس. لحد هنا لو انت مجمع وفاهم مبروك عليك، انت مشيت نص الطريق. الفيديو بتاع النهارده كده زي ما انت شفت هو كان كله كلام نظري فقط، ولكن بالنسبه لي والله ده اهم فيديو في الكورس كله. من اول الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنبدا نشتغل الشغل العملي بتاعنا. هنعرف ازاي نحجز الاستضافه، وازاي نعمل الدومين، وازاي نصمم الموقع بتاعنا بكذا شكل مختلف، واكيد طبعا من ضمنها الووردبريس. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.